السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى على قناتي وقناتكم مطبخ بشرى. نتمنى تكون الأحوال ديالكم كلها بخير وعلى خير، ويلقاكم الفيديو ديال اليوم بأحسن الأحوال. تنجدد التحية للناس القدام والناس الجداد. مرحبا بكم في قناتي المتواضعة. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم طريقة تحضير بويو ديال الدار، طريقة سهلة جدا ومقادير بسيطة، وكيجي واحد بويو اللي هو خفيف وهشيش وحسن من اللي كناخذوه من الزنقه. يعني مقادير يعني خدمنا داكشي ديال الدار، غادي تكون اكيد النتيجه تكون رائعه. نتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، تشاهدوه حتى الاخير. اذا نبداو على بركه الله. عندي هنا في المقادير كاس ديال الحليب ديال العنبه، كاس قل ربع ديال الزيت، كاس قل ربع ديال السكر حبيبات، ساشي ديال الفاني، جوج خمارات حمرين وبيضه واحده. وهنا الطحين غادي نبقى نضيفو من بعد، غادي نقول لكم شحال ديال الطحين اللي ضفت. وهنا غادي نضيفو جوج معالق ديال العسل اولا ديال الكونفيتور، يعني اللي متواجد عندكم. هذا العسل ديال الدار وجدته بمقادير بسيطه حتى هو، وكنت ديجا نزلت لكم الفيديو ديال كيفيه تحضير العسل ديال الدار، تيجي اكثر من رائع. اذا في واحد الاناء ان شاء الله غادي نكسروا ديك البيضه تكون كبيره، حجم كبير، قبصه ديال الملح لتصحيح الذوق. وهنا غادي نضيف داك كاس الا ربع ديال السكر حبيبات، ساشي ديال الفاني، وغادي نضيفو داك كاس ديال الحليب، كاس مملوء ديال العنبه. غادي نخلط هاد العناصر مزيان، تذوب ليا ديك السكر حبيبات مع ديك المكونات، خلطو مزيان. وصافي ملي تجانس ليا الخليط غادي نضيف الزيت، وغادي نضيفو دوك جوج معالق ديال العسل، عسل منزلي. هنا كتعطي واحد النسمه رائعه، واحد العشاشه البويو ديالنا او الحلوه ديالنا. فهنا استعملت كاس الا ربع حيت ضفت هذا العسل. اللي ما بغاش يضيف العسل او الكونفيتور فيضيف كاس مملوء ديال سكر حبيبات، كاس ديال العنبه، دائما العبار ديال العنبه. صافي غادي نخلط دابا داك العناصر مزيان، الزيت مع العسل تيتخلطوا ليا مع العناصر الاخرين. ودابا غادي نبداو نضيفو في الطحين. غادي نجيب واحد الغربال، ها الكاس الاول، وغادي نضيف دوك جوج خمارات حمرين من فئه 7 غرام، يعني 14 غرام اللي ضفنا هنا. نضيف الاخرى. صافي غادي نغرب لهاد العناصر باش نتخلص من دوك الحبيبات ولا التكتلات اللي تيكونوا عندي. وغادي نبقى نخلط مازال بالفوي ولا بالخلاط الكهرباء اليدوي. صافي نبدا نخلط مزيان، ومن بعد غادي نضيف الكاس الثاني ديال الطحين يكون من النوعيه الجيده باش يطلع لنا البويو رائع. صافي نغرب عاوتاني الكاس الثاني كما قلت لكم، ونخلطوا عاود العناصر حتى نتحصلوا على قوام يشبه كثير القوام ديال الكيكه العاديه اللي كنوجدوا. وصافي غادي نستمر بهذه الطريقه تتجانس ليا الخليط مزيان. صافي غنكتفي دابا بهاد الطحين، يعني خدمت هنا بجوج كيسان ديال الطحين. دابا فاش تجانس ليا الخليط غادي ناخذ هنا تقريبا واحد 3 المعالق من الخليط، نديرو هنا في شي كاس باش نضيف عليه غبره ديال الكاكاو للتزيين. صافي نكتفي بهذا القدر. كما قلت لكم هنا غادي نضيف عليه معلقه تقريبا كبيره ديال الكاكاو، وغادي نخلط العناصر مزيان. ملي تخلط ليا الخليط ديال الغبره ديال الكاكاو غادي نحطو حتى هو على جنب.
وهنا غادي نجيب واحد البلاستيك غذائي، غادي نفرغ فيه الخليط ديالي باش يساعدني او اللي يسهل عليا الخدمه. صافي القوام هو هذاك كما كتشوفوا. كما قلت لكم انا هنا جبت واحد السبيره ودرت فيها واحد البلاستيك غذائي. دابا غادي نفرغ فيه الخليط ديالي. بهذه الكيفيه. وهنا الا عندكم داك البوش راه كتستعملوه، انا ما متوفرش عندي، متوفر عندي غير البلاستيك هذا باش كنخدم. صافي غادي نجمعوه وغادي نحطو حتى هو على جنب. نربطو مزيان. وتا الخليط ديال اللي ضفت عليه الغبره ديال الكاكاو حتى هو كنضيفو في واحد كنفرغو في واحد البلاستيك غذائي وكنحطو حتى هو على جنب. ودابا جبت الطاوه اللي غتدخل الفران، فرشت عليها ورقه ديال الزبده. ودابا غادي نبدا ان شاء الله نبدا في التوجد ديال البويو بهذه الكيفيه. انا هنا تقبت داك البلاستيك غذائي واحد شويه باش نتحكم فيه. بهذه الكيفيه نستمر نعطيه شكل بيضاوي بهذه الطريقه. البلاستيك راه تيسهل هنا الخدمه ديال التوجد ديال البويو. تيجي واحد الشكل رائع. ممكن انكم ديروهم على شكل دائره، يعني على حسب الاختيار ديالكم. فهنا باش يكون مشابه تماما البويو اللي كناخذوه من الزنقه، فهو كياخذ شكل بيضاوي. صافي نستمر حتى نسالي كاع داك الخليط اللي عندي ديال البويو بهذه الكيفيه تماما. راه كتخرج واحد الكميه اللي هي كبيره، غير بيضه وحده راه كتخرج كميه اللي هي كبيره بزاف. هانتوما كما كتشوفوا معايا حيت الطاوه عندي طويله وهانتوما شفتوا شحال ديال البويو اللي خرجت ليا. صافي دابا غادي نجيب هذاك الخليط ديال التزيين، داك الخليط اللي ضفت عليه الغبره ديال الكاكاو، غادي نبدا نزين به بهذه الطريقه هذه. يعني تزيين حسب الاختيار ديالكم. حنا غنعطيو الشكل ديال البويو تماما. وصافي غادي نجيب هنا واحد الكيغطون ونبقى نزين به بويو من الفوق بهذا الشكل. غادي نستمر بهذه الكيفيه هذه تنزين كاع بويو كامل نفس الطريقه. تنزين بالخليط ديال الكاكاو، الغبره ديال الكاكاو. ومن بعد كنجيبوا الكيغطون وكنزينوه. تيجي رائع، تيجي واحد الزواق اللي هو رائع جدا. وطريقه التزيين راه سهله. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. الفران ديالي هنا راني شعلته تسخن مزيان. دابا غادي ندخل الطاوه ديالي طيب الطياب ديال الكيكه العاديه، يعني تجي العافيه من التحت تيتنفخ ليا بويو. ومن بعد غادي نهبط الطاوه ديالي باش تجي العافيه من الفوق. الفران ديال الغاز اللي كنستعمل دائما. صافي باش يتحمر ليا الوجه ديال بويو بهذه الطريقه. نتمنى ان بويو ينال الاعجاب ديالكم اخواتي. نتوما كما كتشوفوه رائع جدا وبكميه وفيره وغير بيضه واحده. دابا غادي نمر باش نزين معكم بويو، يعني الطريقه الاخيره. انا عندي الكونفيتور، يعني اللي متوفر عندكم ممكن ديروا كونفيتور، ممكن ديروا الشوكولاته. انا هنا غادي نجمع البويو ديالي بالكونفيتور. غادي ناخذ وحده غادي ندهنها مزيان بالكونفيتور، ومن بعد غندير عليها وحده اخرى. وهنا من الاحسن الا وجدتوا هاد البويا انكم تخليوه، الا وجدتوه في العشيه تخليوه حتى الصباح، راه كيجي رطب وكيجي شارب داك الكونفيتور، تيجي رطب وتيشبه تماما البويو اللي كناخذو من الزنقه. هانتوما كما كتشوفوا النتيجه اكثر من رائعه اخواتي.
نتمنى انكم تجربوه وتردوا لي في التعليق ان شاء الله. واذا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه ديالي وعجبكم محتوى القناه، نتمنى انكم تفعلوا زر الاشتراك باش توصلوا ديما بالجديد ان شاء الله. وما تنساوش تبارطاجيو الوصفه مع الاصدقاء ديالكم العائله كما العاده، وتخليوا لي واحد اللايك اسفل هذا الفيديو جزاكم الله خيرا. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر، فيديو جديد. فهانتما كما كتشوفوا بوي رائع جدا، كميه وفيره تبارك الله. وجدوه لوليداتكم الكوتي، يعني توجدوه، يعني ممكن توجدوه تخليوه عندكم في الدار لوليداتكم اي وقيته يبغيو. فهكا من الاحسن ياخذوا داكشي من الزنقه، يعني داكشي اللي صوبنا ديال الدار تيكون صحي. نتمنى ان بوينا الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. دمتم في رعايه الله والى اللقاء.